اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ومرحبا بكم كامل في قناة نسيم الروح للطبخ والحلويات، وإن شاء الله يلاقيكم هذا الفيديو كامل في أحسن الأحوال. وكما راكم تشوفوا اليوم ما جيتكمش بوصفة. اليوم بإذن الله راح نديروا بعض من التحضيرات لشهر رمضان، ولا التحضيرات اللي نوجدوهم في شهر رمضان. وعلى بالي رايحين تقولوا لي وين حنا وين رمضان. مازال الحال على بالي، مازال الحال. حبيت نعطيكم فكره برك، خاصه المراه العامله ولا المراه اللي عندها الاولاد تربي ما عندهاش الوقت، ولا خاصه المراه اللي تكون مريضه. يا ربي تعاون روحها وتنقص على روحها من درك. هنا كما راكم تشوفوا انا بديت بالحمص والجلبانه. بعد ما طيبت الحمص وخليته يبرد مليح، درته في البواط هذوما اللي نشرو فيهم بوتي فور، ولا اللي درت فيهم الجلبانة شريتهم من عند اللي يبيع لوازم الحلويات. وبالنسبة للثوم، بعد ما بيتو لي لا في الماء هكذا باش تسهل عليا عملية التقشير نتاعو، بعد ما قشرته كامل شيحته مليح من الماء. لازم الثوم نتاعنا ما تبقاش فيه قطرة تاع ماء. لهنا جبت الروبو درت فيه ثوم ودرت فيه شوية زيت وشوية خل وشوية ملح. وكما نعرفوا البنات، الخل والملح مواد حافظه، درناهم في الثوم تاعنا باش ما يفسدناش وما يتبدلش اللون تاعو. نرحي كامل الثوم نتاعنا كما راكم تشوفوا فيه. لهنا جبت بورتمونجي بعد ما غسلناها وشيحناها مليح حتى هي ما تكونش فيها قطره تاع ماء، ندهنوها بالزيت كما راكم تشوفوا ونديروا الثوم نتاعنا فيها. ومن الاحسن نهزو الثوم تاعنا بمغرف خشبيه كيما هذه ولا مغرف بلاستيك. وكما نعرفوا الثوم دركا ماناش في الوقت نتاعو، اكيد السومه تاعو راهي غاليه، وين كي كان نخليوه رمضان ونشريوه اكيد كما يقولوا تجار الرحمه رايحين يوليو بلا رحمه. يعني الواحد يشريه دركا خير من يخليه رمضان. لهنا بعد ما درت الثوم تاعنا في البورتمونجي درت عليه من الفوق طبقه من الزيت. وبالنسبه للاحتفاظ نتاعو بغيتي ديره في الكونجيلاتور كيما هكا، ولا بغيتي تخليه في الفريجيدار عادي. ومدة الاحتفاظ نتاعو بربي ان شاء الله رايح يقعد لك حتى العام وما يفسدلكش. واذا درتيه في الفريجيدار عادي مش في الكونجيلاتور، كل ما تستعملي وتشوفي الزيت نتاعو نقص اكيد راح تزيديله طبقة قليلة من الزيت كما راكم تشوفوا فيه لهنا. ودرك نروحو لطريقة الاحتفاظ بالقرص والتشينا. كيما على بالنا القرص درك حتى هو السمة تاعو راهي ملتهبة، فضلت نشري درك كمية خير من نخليوها رمضان، اكيد لانه في رمضان رايحين نستغلوه بزاف والسمة تاعو رايحة تزيد تطلع. لهنا جبت الكمية تاع القرص هذه عصرتها كيما راكم تشوفوا. نحاول نعصر نص الكمية تاع القرص ونص نخليها من بعد. ولنا البنات بعد ما عصرنا القرص نصبوه في المول تاع السيليكون كيما راكم تشوفوا. لهنا المول من احسن نحطوه في الصينيه لانه هو ما يشدش روحو مليح كي نهزوه. ونروحوا مع بعض نعصروا تشينا كيف كيف حتى هي نص الكميه عصرتها ونص الكميه نخليها من بعد نعطيكم واش راح نديروا بها. وكيف كيف حتى عصير تشينا بعد ما عصرناه نديروه في المول سيليكون، نحطوه بجهه. ولا هنا راح نجيب الكميه تاع القرص اللي بقات لي نقطعها رونديلات بالطريقه هذه ونحطهم في الصينيه. رونديلات هذو البنات في رمضان رايحين نديرو بهم شربات، نديرو بهم جين، نديروهم في الشوربه. المهم نحتاجوهم من الاحسن نشريوهم ونحتفظوا بهم بالطريقه هذه. وكما راكم تشوفوا حتى التشينا نقطعها رونديلات باش نلقاوها واجده في رمضان نديروها للعصير ولا نديرو بها شربات.
كيما هكذا. بعد ما كملت نهز الصينيه هذه ونروح نحطها في الكونجيلاتور. ودرك البنات وصلنا للقشور، على بالي رايحين تقولولي انتي ما طيشي والو. تبعوني برك ورايحين تستفادوا منهم. بالنسبه للقشور اللي كنا عصرناهم تاع القارص والتشينا، رايحين نربيوهم ولا نستخرجوا الزست تاعهم كيما راكم تشوفوا. هادو الزست البنات رايحين نديروا بهم بسبوسه، نديروهم كمعطر في الحلويات ولا نديروهم في البريوش في رمضان. وحنا نربيو فيهم ما نساوش ما نفوتوش للقشره هذيك التحتانيه البيضاء، هذيك هي اللي تطلق لنا المروريه تاع الزست. لهنا بعد ما رحيتو كامل رايحه نفرخهم في بواط كيما هكا ونخبيهم في الكونجيلاتور حتى هما، وعند الاستعمال نحي بشويه. ولهنا البنات بعد ما تكونجلاو القارص والتشينا والعصير نتاعهم رايحه نحيهم ونحطهم في بورتمونجي، وعند الاستعمال رايحه نحي حسب الكميه اللي نحتاجها. ندير بهم كما قلت لكم شاربات ولا ندير بهم عصير ولا ندير بهم مخيطو. انا نقول لكم البنات احتفظوا بالتشينا والقارص رايحين تحتاجوهم بزاف في رمضان، وهكذا تلقاوهم واجدين وغير تجبدوا من الكونجيلاتور وتستعملوهم كما قلت لكم للشربات ولا المخيطو ولا للعصير. وبالنسبه للبنات اللي راح يقولوا لي العصير راح يطلق المروريه، لو كان نرحيو رونديلات نتاع القارص والتشينا انا نقول لكم ما تطلقش بزاف، واذا ما حبيتيش تقدري تقشريهم. وهكذا كملت نغطي البورتمونجي تاعنا وندخلها الكونجيلاتور. ودرك وصلنا لطريقة الاحتفاظ بالطماطم. بالنسبة للطماطم درك ما راناش في الموسم تاعها، لكن من الأحسن نشريوها درك خير من رمضان. لهنا جبت الطماطم تاعنا نحيت لها الدويرة هذيك اللي فيها في النص، وش ما فيها بقع تكون سوداء حتى هي نحيها ونقطعها بالطريقة هذه. وكاين اللي يحب يقشرها يقشرها. وهنا كما راكم تشوفوا بعد ما قطعتها نديرها طيب بلا ما نضيف لها الماء ولا اي اضافات. الطماطم بعد ما طابت لنا ميكسيتها وزدت لها كزبر وملح وفلفل احمر. لهنا نسيت الثوم، وزدت لها شويه من الزيت نخلطها مليح ونخليوها تبرد. وهنا بعد ما بردت صوص طماط نتاعنا كما راكم تشوفوا، انا هذه هي الطريقه اللي نشتي نحتفظ بها. نديرها في اكياس بلاستيكيه بكميات قليله اللي رايحه نحتاجها هكذا، باش من بعد كي نديكونجليها رايحه نستعمل كامل الكميه، خير من نديرها في البورتمونجي يا نستعملها كامل يا نطيش الباقيه، ولا لو كان نديرها في ليغوبلي رايحه تطول وما تذوبش معايا. بعد ما تكونجلات الصوص طوماط نتاعنا كيما راكم تشوفوا فيها لهنا، نديرها في البورتمونجي ولا في المنظمات اللي كيما هكا ونغلق عليها ونرجعها في الكونجيلاتور. كيما راكم تشوفوا هذه هي البنات طريقتي بالاحتفاظ بالطماطم. يعني في رمضان رايحه نلقاها واجده نحيها ندير بها سوفلي ولا ندير بها الكراتان ولا ندير بها الميني بيتزا. وبالنسبة للشابلور حتى هو لازم يكون عندنا في المطبخ نتاعنا. لهنا جبت الخبز قطعته شرائح كما راكم تشوفوا، دخلته الفرن يتحمر، وبعد ما تحمر رايحة نرحيه. نرحي كامل الكمية نتاع الخبز نتاعي ونرجع لكم. وهنا بعد ما رحيت الخبز لازم نعطروه ولا نديروا المنسمات اللي هي الفلفل الاحمر وثوم بودره وفلفل كحل، واذا كان متوفر عندك زعتر زيديه. وبالنسبه للاحتفاظ نتاعو درتو في بلاره زجاجيه، لازم نديرو في البلاره زجاجيه ونحتفظوا به في الفريجيدير.
ودرك نروحو للنعناع. بالنسبة للنعناع أنا وحدة من الناس نشتي الشوربة بعد ما نطفي عليها نزيد لها رشة من النعناع. وبالنسبة للنعناع بعد ما جبتو غسلتو مليح ونحيتلو التربة اللي كاينة فيه ونحيتلو الورق اللي يكونوا فاسدين ولا الشوائب اللي زايدين، ونحكو بالطريقة هذه ونصفيه. وهنا كيما راكم تشوفوا النعناع نتاعنا راه واجد، حتى هو طريقة الاحتفاظ تاعو نديروه في بلارة تاع الزجاج ونحتفظوا به في الفريجيدار. وفي الاخير جبت لكم طريقة كيفاش نحتفظوا بالدبشة والمعدنوس لمدة اطول. بعد ما نشريوها اكيد مش رايحين نغسلوها، نشفوها مليح من الماء، خي ساعات وين نشريوها نلقاو فيها قطرات من الماء، نحاول نشفها مليح ما نخليوش فيها ولا قطرة. ومن بعد نجيب سيرفيات كيما راكم تشوفوا ونحاول نغلفها كامل. نفس الطريقة اللي احتفظت بها الدبشة نحتفظ بها في المعدنوس، حتى هي نديرها في بابي سيرفيات وفي الاخر نديرها داخل كيس بلاستيكي، ونحاول نخرج كامل الهواء اللي يكون فيها لداخل كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقة. وفي الاخر ندير لها عقدة ولا نربطها مليح باش ما يدخلهاش الهواء. هذه هي الطريقة اللي نحتفظ بها بالدبشة والمعدنوس. وفي الاخر البنات كما راكم تشوفوا هذه هي التحضيرات اللي كنا حضرناها كيف في الفيديو هذا. انا نقول لكم الحاجه اللي تقدروا عليها تقدروا تحضروها تحضير مسبق، اللي ما تقدروش عليها خليها كلش في وقته. ان شاء الله ربي برك يوصلنا نصوموه بالصحه والهنا. هنا وصلت لنهايه الفيديو، ان شاء الله يكون نال اعجابكم واستمتعتوا واستفدتوا ولو بالقليل. ما بقى لي غير نقول لكم اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. تهلاو في رواحكم، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى الملتقى في فيديو آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.